السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعكم النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان تطلق برنامج البداية الذهبية للأسرة والطفل من سن 0 إلى 6 سنوات بالتشارك بين كافة الجهات الدولة ووزارات الصحة والتضامن والتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة. الدولة تنهض لوضع برنامج متكامل للأسرة والأطفال حديثي الولادة. تعد تنمية الطفولة المبكرة من أهم ركائز التنمية البشرية، فهي المرحلة التي تبدأ من سن 0 إلى 6 سنوات، ويطلق عليها المرحلة الذهبية. ويعتبر الاستثمار في هذه المرحلة أنجح مشروع استثمار في حياة الأمم، حيث تمثل الست سنوات الأولى في حياة الإنسان حجر الأساس لتطوير قدراته الذهنية والجسدية والنفسية طوال العمر. ومن أجل تحقيق ذلك الهدف، ومن أجل تحقيق بداية ذهبية حقيقي، يتم الاستثمار في المرحلة العمرية الذهبية من خلال تحسين الرعاية الصحية والتعليمية والنفسية للأطفال من بدء الحياة حتى 6 سنوات، وعن طريق توفير رعاية صحية قبل الحمل، فضلا عن خلق بيئة آمنة تضمن حمل وولادة آمنة، وكذلك خلق مناخ صالح لتربية إيجابية وتطويرية عالية الجودة تعمل على تحفيز لقدرات الطفل على التعلم بدءا من حياته داخل الرحم، وتستمر عملية تطوير مهارات الطفل في المرحلة من 6 أشهر إلى سنة. وينبغي أن يصاحب ذلك تدريب ورفع الوعي للوالدين بشكل موازي من فترة ما قبل الزواج، امتدادا إلى تدريب مقدمي الخدمة في المراحل المختلفة، بخلاف توفير الأدلة والمعايير اللازمة لدعم النمو الشامل للأطفال. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية تتضافر كل جهود الدولة المصرية ووزاراتها المعنية من أجل تحقيق تنمية فعلية لمرحلة الطفولة المبكرة، حيث تعمل وزارة الصحة والسكان على توفير رعاية صحية ذات جودة عالية، سواء من خلال الاهتمام بصحة الطفل ورعايته وهو جنين حتى ولادته، وصولا إلى نهاية الطفولة المبكرة في تلك المرحلة، إلى جانب تأمين تغذية سليمة تمكنه من النمو والتطور بشكل صحي وسليم لتحقيق أفضل المخرجات الصحية، مثل تقليل معدلات الأنيميا والتقزم وسوء التغذية، وتخفيض معدلات وفيات الرضع وحديث الولادة والأطفال تحت سن ال5. ويأتي دور وزارة التضامن الاجتماعي في تمكين الأسر اقتصاديا وتوفير التغطية الشاملة للحضانات وحماية حقوق الطفل في أسر واعية وحمايته من العنف، بينما تهتم وزارة التربية والتعليم برفع معدلات التحاق الأطفال بالتعليم قبل المدرسي لتنمية مهاراتهم واستعداداتهم للتعليم الابتدائي، ووضع آليات وتدريب المدرسين على كيفية التعامل مع الأطفال في هذا السن بالغة الدقة. كما تتبنى وزارة الثقافة التمكين الثقافي للوالدين ورفع الوعي بأهمية هذه الفترة من خلال وضع برامج تثقيفية وندوات توعية ذات الصلة. كما تتبنى وزارة الشباب والرياضة وضع برنامج تنشئة بدنية سليمة للأطفال لبناء جيل رياضي معافى بدنيا وصحيا. كما تتشارك كافة الوزارات المختلفة في توفير بيئة وحاضنات في المجالات المختلفة للأطفال النابغين لتبني جيل من العلماء والرياضيين والمثقفين ورجال الفن العباقرة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ويهدف المشروع إلى رفع نسبة التغطية بالحاضنات المرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي في الفترة العمرية من 5 إلى 4 سنوات خلال 3 سنوات، ووضع نسبة التغطية في التعليم قبل المدرسي من 30% إلى 60% خلال ال3 سنوات، وخفض مستويات الأنيميا والتقزم وسوء التغذية بين الأطفال بنسبة 10% كل سنة، وكذلك خفض معدل وفيات الأطفال الرضع وحديث الولادة دون ال5 بنسبة 10% كل سنة، فضلا عن رفع نسبة الرضاعة الطبيعية المطلقة عند 4 إلى 5 شهور من 13 إلى 50% في ال3 سنوات. أما عن الفئات التي يستهدفها المشروع فهم الأطفال من عمر 0 إلى 6 سنوات، والآباء والأمهات أولياء الأمور، ومقدمي الخدمات بالحضانات، إلى جانب مقدمي خدمات الرعاية الصحية للطفولة المبكرة في المؤسسات الصحية والمدرسين للتعليم قبل المدرسي. بداية جديدة لبناء الإنسان، من الناس للناس، سفراء التنمية البشرية، بمبادرة فخامة رئيس الجمهورية
هم بداية جديدة لبناء الإنسان من أجل مجتمع أكثر وعيا وتقدما، ولتحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح الشخصي والمهني ودعم الآخرين، تعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة. أطلقنا مبادرة سفراء التنمية البشرية حتى يتمكن الجميع من المشاركة الفعالة في المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، مشروع يهدف إلى بناء وعي الإنسان وقدرته واكتسابه كافة المهارات التي يحتاج إليها. سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي مستهدفا جميع الفئات العمرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي أقل من 24 ساعة تقدم للمشاركة ما يقرب من 3000 سفير، 52% منهم من الذكور و48% من الإناث، بينهم ومن هو أقل من 20 عاما وما هو فوق 40 من جميع محافظات الجمهورية، طلاب، معلمين، محامين، أطباء، صحفيين، مهندسين. سيتم تأهيلهم وتدريبهم ومنحهم فرص الحوار مع قيادات الدولة أو أعضاء الحكومة بشكل مباشر ليسمعوا لهم ويسمعوا منهم حتى يمكنهم أن يكونوا سفراء حقيقيين للمشروع القومي للتنمية البشرية، بداية جديدة لبناء الإنسان الذي يعد أحد تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة، متمثلة في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لتحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والتنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وإعلاء الأخلاق والقيم والمبادئ المصرية الأصيلة وتوفير فرص العمل بطريقة تكاملية بين كافة جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بخدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة جميع الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر 65 عاما. وبناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان. المشروع القومي بداية جديدة لبناء الإنسان يضمن استفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفعالية. الدولة تطلق المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان بناء على تكليفات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية وتغطي جميع محافظات الجمهورية. ويأتي هذا المشروع انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتعد نتاجا للعمل الجماعي المشترك من قبل كافة وزارات وجهات الدولة ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد برنامج عمل مجتمعي يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة. يهدف المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان والذي يعد أحد تكليفات السيد الرئيس للحكومة الجديدة متمثلة في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية إلى تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والتنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل بطريقة تكاملية بين كافة جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بخدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر 65 عاما، حيث تم تنسيق العمل بين الوزارات والجهات الشريكة لتوجيه الجهود والاستفادة من قدرات الجهات المجتمعية بأسلوب تكاملي تشاركي لضمان عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة، وذلك بالاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعا وصولا إلى تحقيق التنمية البشرية المستدامة. ويأتي على رأس أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية بناء الإنسان وبتعزيز القدرات والمهارات البشرية وتطورات الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والرياضة والتعليم والثقافة والعمل بشكل يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات وتحقيق التكامل بينهم للوصول إلى خلق أجيال صحية رياضية تتمتع بالثقافة وتمتاز بالحفاظ على القيم والإخلاق والمبادئ بدعم من الأزهر والكنيسة ووزارة الأوقاف وقادت على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتمتلك المهارات والقدرات المناسبة لاحتياجات سوق العمل، وتعمل فيها الدولة على تطور البنية التشريعية وتحديثها من خلال وزارة العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وكذلك ضمان الحماية الاجتماعية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وتطور المجتمع المحلي من خلال وزارات التخطيط والتنمية المحلية.
يضم المشروع القومي للتنمية البشرية العديد من المبادرات الفرعية، من أهمها برامج الأطفال من سن يوم حتى 6 أعوام، بهدف تنمية مهارات الأطفال وتشجيعهم على الإبداع والاهتمام بصحتهم وتقليل معدلات وفيات الأطفال حتى سن 28 يوم، وبرنامج للفئة العمرية من 6 سنوات حتى 18 عام، وتضمن برامج التعليمية والتدريبية لتحسين مهاراتهم وتجهيزهم صحيا وتعليميا وثقافيا وبدنيا لسوق العمل، وبرامج للكبار من سن 18 حتى 65 عام. أما فوق، وتشمل برامج تدريبية لرفع القدرات والتأهيل لسوق العمل، فضلا عن برامج لدعم كبار السن والمشاركة المجتمعية في إطار من الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي تمثل الهوية المصرية الأصيلة، بحيث تشمل محاور التنمية في المشروع التعليم بتطوير المناهج التعليمية وتوفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين، وتعزيز باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وكذلك الصحة بإطلاق حملات توعية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية والرياضة من خلال دعم النشاطات الرياضية، وضمان توفير آليات في كافة محافظات الجمهورية والثقافية، وتعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما، وأيضا التوظيف بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وذلك في ظل آليات منسقة متكاملة ومتداخلة بين الوزارات والجهات الشريكة، مع وجود آلية متطورة لمتابعة مركزية من خلال تطبيق لا مركزي للمشروع القومي بكل المحافظات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة واستفادة ورضا وكافة المواطنين. ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.